ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده فيديو بجد من اروع الساندوتشات السهله السريعه اللي ممكن ناكلها في الدايت. كمان هنعمل خبز الصحي سهل وسريع. الساندوتش ده بجد لما تجربوه هتبقوا مدمنينه في الدايت لانه مشبع جدا. كمان هنعمل الفراخ بتاعته بطريقه حلوه كده وتبقى جوسي كده وتحسوا ان هي زي الشاورما بالظبط. والخبز كمان هنعمله صحي وسهل وسريع، والساندوتش كله مش بياخد معانا دقايق في تحضيره. اسرع وجبه صحيه ممكن تاكلوها في الدايت. انا عندي صدور فراخ مقطعاها كده مكعبات كبيره شويه، ما تكونش صغيره. وهبدأ أتبلها بقى. عندي معلقة صغيرة من البهارات المجففة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة ملح، وعندي معلقة كبيرة من خل التفاح أو ممكن تكون عصير ليمونة. هحط كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون. هقلب كل التتبيلة دي مع بعض كده. تتبيلة الفراخ يا جماعة بتطلع بجد تحفة. كمان هحط عليهم معلقة من معجون الطماطم، وهحط كمان فص توم مهروس او معلقة صغيرة كده من التوم المهروس. هقلبهم كويس مع بعض كده. مش قادرة اوصف لكم بجد ريحة التتبيلة خطيرة خطيرة خطيرة. كمان هنسيبها في التلاجة تقعد شوية مع التتبيلة. انا حطيت اهو النص توم، نص معلقة التوم المهروس او فص توم مهروس، وهقلب كويس لغاية ما احس كل الفراخ كده متغطية كويس قوي بالتتبيلة. هدخلها التلاجة على الاقل كده لمدة نص ساعة مثلا. فهي في التلاجة هنحضر الخبز بتاعنا. عندي في طبق هحط فيه نص كوباية من دقيق القمح الكامل. هحط عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهحط عليهم رشة ملح. وهنا بقى انا معايا حوالي كوباية مية مغلية. لازم تكون المية مغلية، شايفين المية سخنة. وبالمعلقة كده هقعد اقلب. انا مش هعجن بايدي لان دي خبزة سريعة زي ما انا قلت لكم. مية مغلية هقعد اقلب كويس كده لغاية ما تتكون عندي عجينة. هفضل ازود المية شوية بشوية عشان محتاجش انا ازود دقيق تاني. ازود المية بشوية معلقة معلقة كده لغاية ما تتكون عندي عجينة كده طرية جدا وملمومة. هفضل اعجن كده بالمعلقة وازود المية شوية بشوية. دي اسرع طريقة خبز، وتطلع معاكم منفوخة وبتطلع جميلة طرية كده وبتبقى فعلا تحفة. نتيجتها بتبقى مرضية جدا رغم ان هي سريعة، لكن هي مرضية جدا. العيش ده منقذ كده لو احنا عايزين خبز كده سريع. اهي اتلمت معايا، بصوا طرية ازاي، طرية جدا. والمية لازم تكون مغلية. هسيبها ترتاح برضو حوالي كده ربع ساعة. وعندي بقى هنا نص بصلاية كده مقطعة الطرف بتاعها ومقطعة بالنص عشان تبقى واقفة معايا. وحطيت فيهم سخين خشب بالطريقة دي. التتبيلة الفراخ خلاص قعدت عندي في التلاجة حوالي نص ساعة. هروح بقى كده ماسكة الفراخ وادخلها في السخين من فوق. هنعمل كده سيخ شاورما كده صغير على قدنا كده بسيط، بس ريحته بتقلب الدنيا. طعمه بيبقى خطير بجد. اتمنى تجربوا الطريقة ديت في الفراخ، حلوة جدا جدا جدا. هبدأ بقى زي سيخ الشاورما بالظبط. هبدأ كده احط الفراخ بتاعتي بالطريقة دي لغاية ما املى السيخ كله. وبعد كده هحطهم بقى في صينية وادخلهم الفرن. كده خلاص. بصوا السيخ شكله اساسا مش ممكن، يعني شكله يجوع. ريحته كمان حلوة قوي. لما تخش الفرن كمان بيقلب ريحة البيت من حلاوته. كده خلاص السيخ عندي جاهز. حطيته بقى في صينية اهو، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 حسب ما يستوي معايا بقى. هو قعد معايا حوالي تلت ساعة، ما بياخدش وقت في السوا. هو في الفرن بقى هبدأ احضر الخبز بتاعي. انا رشيت كده على الكونتر رشة دقيق صغيرة. هبدأ كده الم العجينة تاني بايدي كده، وهبدأ اقسمها بقى بالنص. الكمية دي عملت معايا خبزين رغيفين حجم وسط. نص كوباية عملت معايا خبزين حجم وسط. هبدأ بقى افردها كده بالشكل ده دائري على قد ما اقدر كده يكون حجمها وسط. وهكون عندي طاسة بقى غير لاصقة سخنة على النار. مش هحط نقطة زيت. هبدأ افرد العيش كويس كده لغاية ما يبقى سمكه كده مش خفيف قوي ومش سميك قوي.
خلاص كده انا فردت الخبز بتاعي اهو، خلاص كده تمام. هبدأ بقى احطه عندي على الطاسة وابدأ اسويه. خلاص كده الخبز عندي بقى جاهز اهو، ما بياخدش وقت، سريع جدا، وكمان بياخدش وقت على النار خالص، سريع جدا. حطيته اهوت كده على الطاسه السخنه الغير لاصقه. اول كده هفضل اضغط عليه كده عشان اساعده ان هو ينتفخ، واول ما يبدا في النفخ كده هقلبه الناحيه التانية. شايفين هو بدا ينتفخ اهو. هبدا انا اساعده كده من الجناب، هبدا اضغط كده بالمعلقه. ما بياخدش دقايق على نار متوسطه عشان ما يتحرقش مننا. بدأ ينتفخ اهو. بدوس كده على الانتفاخات بتاعته عشان يستوي من جوه كويس. هفضل اقلب فيه. بصوا خلاص استوى، بصوا طري ازاي بقى، بصوا بيتلف ازاي بسهوله، مش قادره اقول لكم. بقى هنطلعه، هم عملوا خبزين اطلعهم ونغطيهم. في الفتره دي كان السيخ الشاورما بتاعنا الرهيب ده استوى وقلب الدنيا، وريحته خطيره، ريحته خطيره، مش قادره اوصف لكم ريحته عامله ازاي. استوى تماما، مخدش معايا غير تلت ساعه يا دوبك، طبعا حسب الفرن بتاعكم برضو. ريحته وشكله وطعمه حاجه كده بجد فعلا سيخ شاورما على اصوله يعني. هبدأ بقى اقطع فيه بقى كده بالراحة بسكينة حامية، او ممكن احطه على القطاعة بتاعتي وابدأ اقطعه من الجناب كده. انا بس عايزة اقطع حتة عشان اوريكم هو من جوه عامل ازاي. اللحمة بتاعته الفراخ مستوية قوي، كمان عشان هي قعدت في التتبيلة حوالي نص ساعة، فبجد ريحتها وطعمها حاجة كده بجد خطيرة. بس مستوي تماما اهو، مستوي تماما. هبدأ بقى اقطع فيه بقى. انا كده قطعته عندي اهو بالطريقة دي تمام، مستوي وزي الفل. هبدأ بقى احطه في طبق، ونبدأ بقى نحضر بقى الساندوتش بتاعنا. اول حاجة هنعمل طبعا الصوص بتاعنا بقى. عندي معلقتين كبار من الزبادي، احط عليهم معلقة ربع معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة من خل التفاح او عصرة ليمون، رشة ملح، رشة فلفل اسمر، رشة بهارات مجففة، وعندي نص خيارايه بشرها مصفيها من المية. وهبدأ اقلبهم كده، وهبدأ بقى نحضر الساندوتش بتاعنا. احنا مش هنحط ولا مايونيز ولا كاتشب ولا اي حاجة من الحاجات دي. هنبدأ بقى نحضر الخبز بتاعنا. انا عندي الخبز اهو. هبدأ احط اول حاجة من صوص الزبادي او سلطة الزبادي اللي احنا عملناها. بعد كده انا عندي بقى الفراخ اللي احنا شويناها بقى هبدأ احطها. كمية الفراخ دي تعمل لنا يمكن حوالي 3 أو 4 ترغفة، ممكن نحتفظها في التلاجة. وكل ما نعوز نعمل مثلا ساندوتش زي ده بنطلعها. عايزه اقول لكم بقى انا كمان حضرت هنا بقى بصل شرايح، مقطعاها شرايح رفيعه جدا وحاطه عليه سماق، بيبقى طعمه خطير. بصله كده بنقطعها شرايح رفيعه قوي، ونحط عليها معلقه صغيره كده من السماق ونقلبها كويس، تبقى طعمها رهيب. بعد كده عندي شرايح طماطم، ممكن كمان الخبز نعمل منه برضو كمية ونحطه برضو في الفريزر لما نعوز ننزله في الميكرويف، برضو بيبقى خطير. هو سهل ومنجز كده لو ما عندناش وقت ان احنا نعمل وجبة غدا. بعد كده هبدأ احط تاني من سلطة الزبادي او سلطة الخيار. بألف هنا وشفا. اتمنى تعجبكم الوصفة. اتمنى تشتركوا في القناة بتاعتي لو انتوا عايزين وصفات زي دي كتيرة. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، اتمنى تجربوها.